يا صباح الفل يا مساء الفل زي ما بتشوفيني. النهارده هنعمل حاجه حلوه، صينيه جلاش بالكريمه، حلوه قوي وخفيفه جميله، هتعجبك قوي. جربيها النهارده. وصفتنا سهله قوي، مفيهاش اي حاجه، مكوناتنا بسيطه خالص، مفيهاش اي افتكاسات خالص. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. معايا سمنه سايحه على زبدة، معايا طبعا لفة جلاش، دي مقادير الكريمة: كوباية لبن، معلقتين نشا وفانيليا، ومعايا انا محضرة العسل بتاعي عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية مية، وعصرة ليمونة او ربع ملح ليمون، ربع معلقة ملح ليمون. في طاسة على النار هنحط اللبن بتاعي بيبقى بدرجة حرارة المطبخ بتاعك. هنحطه، لان انا لو اللبن سخن او الحليب سخن طبعا النشا بتاعي هيجمد على طول، فلازم اللبن يبقى في درجة حرارة المطبخ. هنزل بالنشا بتاعي، معلقتين نشا او 3 معالق زي حسب نوع النشا بتاعك، وهفضل اقلب طبعا عادي جدا اكنك بتعملي مهلبية. بس انا مش بحط في الكريمة بتاعه الجلاش سكر، انا بكتفي بس بالشربات او السيرب بتاعي اللي انا بحطه في الاخر خالص. بس هي بقى افضل اقلب فيها لغاية لما تتماسك زي ما هتشوفيها دلوقتي. بس زي ما بتعملي اكنك بتلفي مهلبية، هي مهلبية بالظبط. عايزة تزودي قشطة في الخطوة دي تزودي الدسامة بتاعتها، ما فيش مشكلة. بصي بقت مهلبية ازاي، انا مش بخليها متماسكة قوي علشان هي لما تخش الفرن هتمسك تاني. شوفي قد ايه القوام بتاعها حلو قوي ازاي، اهي شايفة. بس كده همسك بقى صينية الجلاش بتاعتي، ادهن الصينية بتاعتي من تحت عادي جدا زي ما بنعمل اهي. طبعا حطي الفانيليا بتاعتك في الخطوة اللي هي بتاعت اللبن على النار. عايز تحطي فانيليا سايبة، فانيليا باودر، مفيش مشكلة، كله شغال. ادهني عادي جدا الصينية بالسمنة على زبدة او سمنة، بس المهم انها تكون سايحة والجوانب كلها. بس هتلفي بقى انتي على حسب انتي عايزة السمك ايه. انا عاملة السمك صينية الجلاش بتاعي متوسط، عاملاه متوسط تمام. ما يفرقش خالص الورقة لو كانت متقطعة او حاجة، كل دوت هيتلم ولا هيبان خالص ولا يفرق معاكي. بس انا بعمل السمك بتاعي الصينية بتاعي متوسطة، فممكن تبقى يعني مثلا 6 رقات تحت و6 فوق، بس 6 رقات جلاش تحت و6 فوق، طبعا الحشو بينهم. بس بتكملي خطواتك عادي جدا زي ما قلتلك، 6 و6. عايزة انتي تخلي السمك كبير ما فيش مشكلة. طبعا بين كل رق والتاني لازم ترشي سمنة. انا خلصت كده. بصي السمك بتاعي بتاع الطبقة اللي تحت بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجة، سمك خفيف. هنزل بقى عندي بالكريمة بتاعتي، واحاول ما تجيبيش على الاطراف بتاعه الصينية علشان الكريمة ما تحرقش مني. انا زي ما قلتلك انا ما بحطش سكر في المهلبية بتاعتي او في الكريمة بتاعتي، بكتفي بالسيروب او بالعسل بتاعي اللي انا هرشه في الاخر. بس كده تفرديها كويس، وبعدين بتحطي الطبقة التانية من الجلاش بتاعي عادي جدا. ممكن في الخطوة دي ترشي حبة مكسرات لو عندك، حبة جوز هند وزبيب، تخلطيهم مع الكريمة بتاعتك، حلوة قوي برضو. او شوية فستق، شوية اي حاجة، عين جمل مطحون، شوية سوداني لو حابة، سوداني مع جوز الهند والزبيب، حلوة قوي. بس بتقفلي الصينية بتاعتك برضو
سمك نفس السمك اللي بيبقى من تحت هو هيبقى فوق برضو. هتلاقي عندك في الاخر قطعة الجلاش مش كبيرة زي ما بنجيبها من بره، قطعة كده متوسطة هتعجبك قوي، لانك انتي لما بتيجي تاكلي مش هتقعدي تاكلي في ورق جلاش، هتاكلي بتحسي بالطعم بقى، طعم ال الكريمة مع الجلاش مع بعضها كده هتبقى حلوة. منها مش هناكل هتزودي هيبقى فيه ورق جلاش كتير فمش هيبقى مستحب يعني. انا سويت الصينيه بتاعتي اهي ما شاء الله زي الفل اهي. هقطعها بقى، عايز تقطعيها سامبوكسه، عايز تقطعيها مربعات قطعيها اهي. بصي بقى عشان انا مش مكتره فيها الكريمه ولا بتبص مني ولا بتطلع من الاطراف ولا من لما باجي اقطع مفيش اي حاجه خالص طلعت مني، لان انا مسويه كويس قوي الكريمه ومش مكتراها وموزعاها على بقيه الصينيه حلوه. بس طبعا انتي تكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180 على الشبكه، بتحطيها على الشبكه بتاعتك تحمر. لو فرنك حامي هي هتحمر كلها على بعضها، مش هتحتاجي تولعي الشوايه. لو ما خدتش الوش الحلو ده ولعي عليها سنه الشوايه بس كده. اول ما تطلع من الفرن طبعا سخنه، والعسل بتاعي او السيرب بتاعي يكون او الشربات يكون بارد بس. وطبعا متوسط القوام بتاعه، شوفي بتشرب ازاي، تحفه جدا حلوه قوي. شوفي قد ايه سمكها حلو اهي. بس عايز تقدميها بقى مع بيبسي مع شاي، كوبايه شاي في العصر كده حلوه قوي هتعجبك جدا. بصي جميله جدا، شوفي الطبقات عامله ازاي حلوه قوي. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، جربوها ان شاء الله واعملوا لي لايك وسبسكرايب، وهشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفاتي. استنوني. باي باي.